أهلا. ده فيديو جديد، والنهاردة عاملين ينسون. صح. وبالمناسبة كيس اليانسون ده محطوط فيه علبة النعناع. هتقولي ايه حكاية ايه علاقة ده بالفيديو؟ هقول لك لأن أنا شخص عشوائي جدا حرفيا. فالعشوائية ديت عاملة لي مشكلة في حياتي، عاملة لي مشكلة كبيرة جدا في حياتي. هي إن أنا مش عارف. لا، ومش عشوائي بس، لا، في حاجة عشوائي منظم. يعني ايه عشوائي منظم؟ يعني مثلا الأوضة بتاعتي تكون مكركبة، هي عشوائية مكركبة، بس أنا عارف الحاجة دي فين. فأنا عارف جزء من تنظيم الحاجة. فاللي هو في حاجات منظمة جوه حاجات عشوائية، اللي هو أنت مش فاهم إيه الدنيا، مش عارف دي رايح مودي على فين بتاع. فده بيخلق مشكلة، ده بيخلق مشكلة عندي، هي التوتر، تخليني متوتر. وبرضه عشوائي في حتة تنظيم الوقت شوية. يعني إيه؟ حتة إن أنا ما عنديش خطة طويلة الأمد شوية، مقسم عليها. يعني الحاجات اللي انا حاطط فيها لونج تيرم هي اللي انا عارف ان انا مستمر عليها مدى الحياة، زي مثلا القرآن، الصلاة، غسيل اسنان، يعني عبادات، اذكار، الكلام ده كله. فالحاجات دي معروف ان لها خطة طويلة الامد، فعادي اعمل لها تاسكس اللي هي خانات تتبع اسبوعي وشهري ويومي، علشان ايه تبقى ماشية مع بعضها كاملة كده. ان انا اتتبع اليوم، خلصت اليوم بروح احطه في الشهري، فبقى معايا ايه تتبع، وببقى دايما مركز ان النهارده وبس. ما بروحش ابص على الشهري كل يوم الصبح، لا، يا ده لسه 30 يوم، ده لسه، لا، هو انا النهارده وبس، المهم عندي النهارده، مش مهم بكره، بكره يجي زي ما يجي، خلاص بكره يجي نشيل همومه، فالنهارده وبس. في حتة بقى ايه، في حاجات تانية. يعني انا بادئ في مسارات كتير جدا بسبب العشوائية دي، مش عارف انهي مسار. اللي هو بادئ في برانش الاي اي سي اي، او ايس كما يطلق عليه في اي ال اكس، وسي اس 50 من هارفارد. وفي الكلية أنا حاليا بادئ لسه السنة الجديدة بدأت أو بدأت عندنا، ماشي. ويعني حاجة زي الفريلانسنج كده، يعني شغلاية كده فريلانساية ولا حاجة. لا جو بقى، مع إن أنا عندي إشكالية في الفريلانس، بس هي مش فريلانس بس. خلينا نقول عليها دلوقتي فريلانس، ونبقى نتكلم عنها في موضوع تاني في وقت تاني يعني بعدين. فالفكرة بقى دول أربع حاجات، وكل حاجة من دول محتاجة وقت. يعني كل حاجة من دول محتاجة وقت. يعني اي اي سي محتاج من 20 ل 40 ساعة في الأسبوع، يعني هم حاليا بقوا رافضين بينا بخلوها من 15 ساعات، ماشي. سي اس 50 هو 13 أسبوع، وكل أسبوع تقريبا محتاج على الأقل 10 ساعات عشان تنجز، بس عشان تنجز ما تعملش أي تاسكات، ما تعملش أي حاجة، هو أنت تاخد بس الكورس، تشاهد كده المحتوى. عندك مثلا الشغل محتاج بتاع 5 6 ساعات، عندك الكلية محتاجة مذاكرة ومحتاجة مشاريع ومحتاجة، اللي هو ده كله محتاج وقت، كل حاجة من دول. وانت بقى ايه؟ المشكلة عندي بقى ان انا مش حاطط خطة للحاجات دي هتتنظم ازاي، ايه اولويات في دي. يعني ايه، انا عارف ان في اولويات في الحياة، ايه في اولويات جوه الاولويات بقى، فايه الاولويات في دي؟ مثلا في الشغل من اولويات الحياة، فجوه بقى في اولويات دي، ايه الاولوية هنا؟ بس الأولوية هنا إن أنا أجيب تقدير عالي في الكلية، إن أنا أرتب على الدفعة، ولا الأولوية إن أنا أجيب تقدير عالي بس اللي هو عادي زي مثلا امتياز أو جيد جدا، أو إن أنا مثلا هكذا، يعني اللي هو إيه، وفي مقابل حاجات تانية إن أنا مثلا أتفوق في الشغل شوية، في الكلام ده كله. فعندي معضلة هنا، عندي مشكلة. أنا مش عارف أرتب، مش عارف أروح، يعني مش عارف، هو الدنيا متلخبطة معايا. ف يعني ايه، بدأت ايه اللي هو خلاص هو تايم بلوكينج، النهارده يوم كذا بس، بدأت اعمل دي. والنهارده كان يوم اس في ال اكس، يعني حتى لسه الشنطة اهي بحاجتها، بحاجة لها محتاجها كله. يعني لسه ما طلعتش اللاب مع اني جاي من قبل المغرب، يعني الساعة دلوقتي 10:30 بس. انا جاي خلصان خالص، مش قادر يعني. هو هناك من الساعة 10، وخلص الساعة 4 تقريبا هناك، فخلصت صليت العصر وجيت جاي خلصان حرفيا. يعني ايه، هم 5 ساعات كنت قاعد بس ما عملش أي حاجة، لأني أنا عارف إن أنا لو قعدت هنا في البيت هو أنا هتفهم في حاجات تانية كتير. فقلت أروح هناك، يعني أروح هناك، هو أنا ما عنديش أي حاجة. يعني هي إزازة مية معايا، إزازة مية
مزارع دين يعني علبة عصير مش عايزين نماركت لها بقى، وباكو سكوت بس. هو ده اللي معايا في الشنطة كلها. وكان طبعا كان معايا مصلية، وكان معايا ايه باقي الحاجات، لأن ايه لو اتزنقت اتصلي في أي حتة، أو مثلا لقيت العصر هيفوت عليا في المواصلات أو حاجة، فاللي هو أقعد أصلي في أي حتة كده، أدور لي على حتة هادية أصلي فيها وخلاص. ماشي. ف فكرة بقى إن كل الحاجات دي بتشكل عندي ضغط، وضغط غير مفهوم. فاللي هو أنا حاسس إن أنا مش قادر أشتغل. طب ليه يا ابني؟ في إيه؟ أنا مش عارف، مش حاسس إن الدنيا صعبة، حاسس إن الدنيا تقيلة، حاسس. وأجي في الآخر أبص، ما الجو سهل أهو يا عم. يعني وعندي إشكالية برضه صغننة كده. هو أنا بخاف من الابتدائي جدا، بس لما ببدأ بحس إن الموضوع عادي، إن أنا مأفور أوي. يعني مثلا كنت خايف من إن أنا أبدأ كورس كورس إسفلتي. فبدأت كورس عادي بسيط، وكانت مشكلتي إن هو كله بالإنجليزي وما فيش ترجمة عربي. بس عادي. يعني إيه، أنا بتكلم عن المحتوى الأساسي نفسه. يعني المحتوى الأساسي حتى لا، في ترجمة عربي بس أنا ما بستخدمهاش. يعني إيه، بحس في كلام غريب كده في النص، اللي هو مصطلحات غريبة عليا، لأني في الكلية بستخدم كده هي مصطلحات إنجليزي بس. الشرح بيكون جزء منه عربي، فببقى مستوعب الأمر. لكن دلوقتي كل الكلام إنجليزي، يعني إن هو أنت فاهم يعني، مش مفيش حاجة عربي خالص في النص. فهي دي الفكرة. فكنت خايف قوي من البداية. خايف من كورس اي اي سي اللي خلصت الأسبوع الأول في يوم واحد يعني. وده مش شطارة مني، بس هو أنا زنقت نفسي وقلت أخلصه النهاردة. يعني أخلصه النهاردة. خلصته وجبت بروجرس 90% الحمد لله. يعني هو النجاح من 70 خلاص. حسيت إن الموضوع سهل أهو. امال انا مصاحب الدنيا نفسي ايه؟ واما اشوف الكريم، واما اشوف اليوم اللي هو بيعرفونا بايه، او الانترودكشن دي، كنت هناك حاسس ان انا مش فاهم حاجه، حاسس الموضوع صعب عليا، حاسس ان في حاجات كتير متلخبطه، حاسس ان ايه ده، انا إيه اللي جابني هنا، انا مش عارف ايه، انا اللي هو يعني غير بعض المشاعر اللي جت هناك يعني. ودي مش عارف، مش هقدر افسح عنها، ومش هقدر افسح عن بعض التفاصيل دي، لان انا بعتبرها شخصيه، وبعتبرها هي جزء من المرحله اللي انا فيها في حياتي. بس الحمد لله هي مش مشاعر تحمل حقد وضغينة على حد. يعني ده شيء نحمد ربنا عليه. هي بس مشاعر داخلية لي أنا. يعني عشان حصل حاجة أنا أصلا لما رجعت نفسي فيها، وأنا لا عملتها أصلا، فمش عارف يعني بس مش دي المعضلة هنا. المعضلة في حتة العشوائية، إن أنا مش مرتب كل حاجة في حياتي. أنا مش عارف دي إيه. يعني مثلا لما باجي ابحث، معلش بس الكتاب مكرر شويه. لما اجي ابحث عن معلومه في الكتاب، فهو كتاب كله ما فيش اي حاجه فيه. يعني في بعض الكتب اللي هي فيها العلامات ان هي توصلني للمعلومات او الكلام ده، بس في كتب، معظم الكتب يعني تقريبا هو انا واحد اتنين تلاته اربعه خمس كتب بس هم اللي فيهم علامات توصلني للمعلومات الاساسيه اللي في الكتاب اللي بيشرحه. لكن الباقي لا. يعني عشان ادور على معلومه، عشان ادور على حاجه، فانا لازما آه، آه، ادور كتير في الكتاب، وادور في الشابترز، واقرا الشابتر، ممكن اقرا الشابتر كله، باخد وقت كتير قوي في البحث عن حاجه، او في استدراك معلومه، او ان انا اجيب معلومه. على عكس مثلا لو انا منظم او شيء، وده في اكتر من جنب. يعني حتى في جنب الشغل، اللي هو بحس نفسي اللي هو يا عم ما كنا نظمنا الموضوع، كنا عملنا بتاع ده في كذا، ده هنا كذا، ده هنا كذا. يعني يمكن وانا بكتب كود دلوقتي، فمبدأ كلين كود هو جابرني ان انا اكون الدنيا واضحه قدامي وبتاع، فسهل ان انا اوصل. يعني كنترول اف اكتب الاسم وخلاص، يعني انا وصلت. فدي مسهله على الدنيا في شويه في الكودينج. لكن في الباقي المواضيع لا خالص، يعني بنلف شويه حلوين. يعني وحتى لما باجي اخد نوتس او بتاع، وبالمناسبه عشان اقول لكم ان انا شخص عشوائي، الكتاب ده هو المفروض كان يتصور له فيديو، وكان المفروض يترفع يعني وخلص. بس هو لحد دلوقتي هو لسه، يعني تقريبا أنا معايا فيديوهات 5 أكتوبر، وده هيبقى بعد 5 أكتوبر، يعني 11 أكتوبر تقريبا أو 12 أكتوبر. 12 أكتوبر.
يعني أنا بدأت لحد 12 أكتوبر، والفيديو ده والكتاب ده لسه ما اترفعلوش، ما اتصورش الفيديو بتاعه، اللي أنا كنت ناوي أصوره بعد ما صورت كتاب مسلكيات اللي هو بقاله كتير. فده يبين لك إن أنا قد إيه عشوائي، إن أنا قد إيه مش منظم الدنيا، مش عارف إيه قبل إيه، مش عارف الدنيا هتيجي هنا. ويمكن المجال جنب اليوتيوب شوية لأني هو مش مديله اهتمام، هو اتس فاني، هو شيء بس إن هو اتس افاني، بعمله للفن، للاستمتاع. بس ان انا بقعد اتكلم شخص رغاي، فبحب ارغي مع حد فبفتح الكاميرا وبقعد ارغي، بس هي دي الفكره. فعشان كده مش مرتب له ومش مديله اولويه بتاع، ولكن ممكن في المستقبل نديله الكلام ده، او نديله البوزيشننج دي، ان هو يبقى جزء. لان هو غصب عني هو بعد كده هيبقى جزء، لاني عشان اماركت للشغل بتاعي، يعني شويه كلام كده، فنهدى اعصاب. فالفكره اتعلم مني انك ما تكونش شخص عشوائي، ان انت تبقى عارف حاجتك فين، والحاجة اللي انت عايزة توصلها بسهولة ازاي. يعني مثلا في قراية الكتب، مفيش مانع ان احنا نيجي في صفحة ما في الكتاب مثلا زي دي، ونبدأ نكتب أهم النقط اللي في الكتاب في صفحات كام، وأهم الملاحظات والكلام ده كله، بس بسيطة. فدي بعد كده لما هنيجي ندور على حاجة في الكتاب احنا هنوصلها بسهولة، ويبقى ده فهرس لينا احنا كشخصية يعني. وقيس ده على كل نواحي الحياة. يعني مثلا في حياتك ممكن ترتب أولوياتك، تعرف إيه قبل إيه، مين رايح قبل مين، فين الأولوية اللي هنا يعني أوقات في حاجات مش من الأولويات أنا بعملها قبل حاجات الأولويات، فاللي هو في إيه مش عارف. يعني مثلا اليوتيوب ده مش من أولوياتي دلوقتي، بس أنا حاطه دلوقتي على أولوية إن الشغل، لأن أنا مش قادر أشتغل. بس خلينا نكون صراحة، مش قادر أشتغل أو مش عايز أشتغل، زيت وجسمي النهاردة مكسر ومش عارف إيه، فخلاص اللي هو خلاص يا عم مش هنشتغل، بسيط. يعني ايه، انا قلت انا حققت انجاز النهارده، جبت ال5 ساعات بتاعي كورس النهارده، خلصتهم بطول الاسبوع ده، فالحمد لله. خلاص نريح يعني ونشرب ينسون. فحتة ان انت مش عندك يعني، او خلينا نقول انت عندك هدف على المدى الطويل. انت عارف على المدى الطويل كمان 5 سنين انت توصل ليه، عايز توصل ليه، وكمان 10 سنين، او كمان سنة، او كمان 6 شهور، يعني ايا كان. لو انت محدد لها وقت ان انا عايز اوصل لكذا، مش شرط اوصل بنسبة 100%، ممكن نوصل بنسبة 70 80 90%، وده يعتبر نجاح، لان زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات. ولكن 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 ايه، لا اسرع عن النسيان، ايه ذاكرة السمكة دي. ولكن لازم ان يكون عندك خطة واضحة تقيس بيها، تبقى عارف ايه الأولوية إيه لو حاجتين اتعارضوا مع بعض، ايه الأولوية. يعني زي ما بندرس مثلا في هندسة، في حاجتين لو اتعارضوا مع بعض، يعني مثلا حاجتين اتعارضوا مع مين الأولى عن مين، مين اللي مثلا مين اللي يشيل حمل يعني مثلا في أولوية للمعماري، في أولوية. خلينا ناخد مثال على المدني والمعماري. المدني أهم حاجة عنده إنه يوزع حمل المبنى، المعماري أهم حاجة شكل المبنى عنده وشكل الفراغات والتصاميم والكلام ده كله. ففي أولويات هنا. فهل بقى بتاع المدني ممكن يشيل العمود ده، فالعمود ده أولوية ولا مش أولوية، ممكن يتشال عشان يعمل للمعماري اللي هو عايزه ولا لأ. فمن هنا ممكن المعماري يفكر في حتة تانية، لا هي دي في أولوية إن أنا هل ينفع حاجة دي تيجي قدامها حاجة، هل ينفع إنها تتشفت ولا لأ، هل الحمل الويت اللي محطوط اللي شايله العمود ده هل ينفع إن هو يتشفت من خلال إن أنا أعلي سمك السقف، أشفته على عمود تاني، أحط كاميرا فتنقل الحمل الويت على عمود تاني أو على فهكذا. وهل العمود التاني ده يقدر يشيل فدي أولوية. أنت هتبقى عارف إيه اللي هيشيل على إيه اللي هيحمل على إيه اللي لو حاجتين اتعارضوا، لو حاجتين بقوا كروسد، إيه اللي هيتشال وإيه اللي هتكمل، اللي هتتشفت شوية هتنقل شوية وبعد كده ترجع لها تاني. فدي. وبرضه حتة إن أنا ماشي في أكتر من، خلينا نقول لاين بالتوازي، مع إنهم كلهم بيوصلوا نفس البوينت اللي في الآخر.
بس ايه، هي مشيت جت مع بعض بالتوازي، يعني هو جت غصب، مش يعني مش بتاع، لاني انا كنت بادئ في بايثون واس كيو ال فخلصتهم، فقلت ابدا سي اس 50 ايه، وقدمت في اي سي اي، فقدمت فيه ولقيته يوم 16 ايه 16 16 9. قلت 16 9 حلو كده كده، ايه هيكون سامعين شوية وقت في الدراسة، يعني هنشتغل في شهر 10 في أول شهر في الدراسة، فكده كده يعني مكنش في حاجات قوي، يعني في شوية كوزات وامتحانات والكلام ده كله، بس عادي عادي يعني هيعدي لأن كده كده درجات في الكوزات حلوة جدا، يعني ايه بلاش فضايح يعني. فاللي هو فعادي تمام. لكن فجيت بقى بدأت خلصتهم، فلقيت نفسي قاعد فاضي، فقلت ايه ما تيجي يلا ايه نبدأ اي سي اس 50. فبدأنا سي اس 50، يعني حاليا لسه في الأسبوع الأول، بقالي كتير يعني إيه، كل شوية قاعد بخش كده اللي هو عشان بقى حتة، أنا مش عارف إيه الأولوية على إيه، يعني مش عارف إيه الأولوية، يعني مش عارف أرتب، هل ده أولى من ده، هل ده يعني إيه، مع كله داخل في بعضه، ما أنت مش عارف مين رايح على فين مودي على جاب منين يعني. ويبان لك إن الأوضة مترتبة النهاردة، يعني لو في حاجة مترتبة بس لا عشان الحاجة في الشنط بس، يعني عشان في شنطة كنت بتاعت الكلية ففيها حاجة الكلية كلها، والشنطة التانية كنت فيها في كورس النهاردة ففيها اللابتوب وفيها الكشكول والكلام، لكن هو ده اللي مرتبه بس، يعني مفيش حاجة تاني خالص، يعني الكركبة اتنقلت. ولكن فكرة بقى في كركبة هنا بقى، هي المشكلة عندي إن في هنا كركبة كلها هنا، لسه عايز افرغها على ورق او عايز افرغها على حاجه. عشان باختصار لما انت تيجي تكتب او تكتب الحاجه، هو انت بتحطها وبتبص لها بالبيرد اي فيو، تطلع كده تتغرد من الذات، تطلع تبص على الدنيا كلها بقى من بعيد، نظره فوقيه للامور. فانت بالتالي شايف ان الحته دي عاليه، الحته دي واطيه، فاحنا ممكن نوقف دي هنا ونرفع دي شويه لحد ما توصل كده، يعني ايه دلوقتي تبص على الحياه كامله بشموليه، او زي ما بنقول على الصوره كامله مش على بارت من الصوره. تمام. فهي دي الفكره، ان لازم نقعد، والكلام ده للشخص العشوائي اللي زيي، لازم نقعد ونبقى عارفين ايه الاولويات عن ايه، وايه وازاي ننظم الدنيا، نظم حياتك. تنظيم مهارة صعبة إنك تتعلمها يعني، والتخطيط والكلام ده، لكن باختصار تنظيم بسيط، اعرف ايه أولوية على ايه، بس اعرف ايه المهم، ايه اللي لو حاجتين تتقاطعوا هو لازم ده يخش، لازم ده الأولوية، لازم ده اللي يبدأ يعني. فهي دي الفكرة، فكرة إنك تعرف مين أبدأ من مين، يعني لو حاجتين تعارضوا تعرف تبدي مين على مين اللي ينفع تتشفت، مين اللي ما ينفعش تتشفت. يعني مثلا دلوقتي في شغل زمايلك كلموك، فهل ينفع مين امتى دلوقتي، هل ممكن نشفت الشغل دلوقتي ولا ولا خروجه مع زمايلي؟ فانا ممكن اشفت، انا على نفسي ممكن اشفت، اعتذر لزمايلي والشفت واشفت خروجه مع زمايلي في مقابل الشغل. تمام. في ناس تانية تقول لك لا، انا هشفت دي على دي. هنا بقى هي تيجي المعادلة، الشخص اللي محدد اولوياته هو عارف هو هيشفت مين على حساب مين، لكن الشخص العشوائي اللي زي حضرتك كده هو مش عارف هو هيشفت مين على مين، يعني زمايلي يكلموني في قلب الشغل، فانا هسيب الشغل واروح لزمايلي، وهسيب زمايلي واروح الشغل، يعني اللي هو ولا منك فصلت ده، خلصنا شغل فده وقت براحتنا بقى نعمل فيه اللي احنا عايزينه، ولا مننا فصلنا ده وقت المتعة فده وقت الشغل، لا هو انا ايه دخلت الاتنين مع بعض، دمجتهم في بعض، ده بالتالي انت دماغك شغالة على طول، شغالة بتفكر وانت نايم في الشغل وانت، دي عامله لي مشكله في النوم حضرتك يعني. حتى دي بتعمل لي مشكله، اللي هو بتجيلي افكار في البتاع. فكان جت في عليا فتره كده اللي هو ايه، خلاص انا جيت للمرحله دي، خلصت التاسكات النهارده وجيت قافل، كتبت التاسكات بتاع بكره بتاعت الشغل، خلاص خلصنا الحاجات اللي بافكار اللي بتجيلي في الشغل ممكن كاتبها وشكرا، دي التاسكات بتاعت بكره. وده في مشكله، لاني
انا مش حاطط خطه طويله الامد، يعني حاطط جول في النهايه، ولكن مفيش ستيبس. يعني انا عارف ان انا في شويه كورسات لازم اخدهم، في شويه حاجات لازم اعملهم، تدريبات في شركات. الشهادات دي هتحصل امتى، هنقدم في ده امتى، هنعمل في ده ايه، كذا كذا، اللي هو الفكره دي مش محطوطه. وانا عارف ان انا اوصل للنهايه، الوسيله مش محطوطه، تخطيط لده مش محطوط، تخطيط للسنه دي يعني. وده فيه يعتبر حاجه توثيق المره دي، يعني بوينت كده توثيق. هي دي واحده من اكتر السنين اللي انا نجحت في حياتي حرفيا، في الاجازه عموما اللي هم 3 شهور بتوع الصيف. انا عملت حاجات انا مكنتش متخيل ان انا اعرف اعملها في الفتره دي. ف شوت اوت ليا يعني ايه. ولكن خلينا نرجع تاني للموضوع. اعرف ايه اللي لازم يتبدى على ايه. يعني هو طبعا الاولويه الاولى عندنا هذا العالم والكوكب هي الدين، لان هو اللي بيوصلنا للجنه وخلصت. دي بوينت، هي دي رقم واحد. وبعد الدين وبعد الله هو الوالدين، دي رقم اتنين. فما يلي ذلك بقى هي أولويات، هي حاجات أنت اللي بتحددها. يعني الشغل الأول، ولا الكورسات، ولا الدراسة، ولا في دوشة كبيرة. انت لازم نحدد أولوياتنا، لأن الأشخاص اللي زي بيعانوا، والأشخاص وأنا عارف إن هما كتير. يعني أنا عارف إن إحنا كتير، وده بيوصلنا لسكك غير لطيفة يعني. وأنا مش عايز أحكي في الموضوع ده، ولكن يعني لازم نحدد أولوياتنا. وده الحاجة الوحيدة اللي أنا بتكلم جاي أقولها بس في الفيديو ده. حدد أولوياتك. الراجل 20 دقيقة ولا 25 دقيقة اللي أنا اتكلمت فيهم دول، هو بس حدد أولوياتك. يعني اعرف أنت عايز تروح فين، وإيه يجي على إيه، إيه اللي مرتبطه على إيه. يعني زي ما أنا قلت، أنا عندي مثلا دراسة وكورسات وتدريب في شركة وشغل. فانا هل مثلا انا عندي اولويه ان انا اجيب ترتيب على الدفعه، فانا هنحي دول شويه، دول هنيجي لكم بس مش هتبقوا بنسبه زي علي. ولا انا هدفي ان انا اجيب تقدير متوسط مثلا جيد جدا جيد مرتفع، او ان انا اجيب تقدير عالي فامتياز جيد جدا مرتفع. ف... فعلى حسب الحاجات دي، فهي دي نسب. على حسب انت عايز ايه هنا، فانت هتغير في ده. على حسب انت عايز ايه الناحية دي، هتعمل الحاجة الناحية دي. انت مش هينفع تجمع من كل ده يعني. يا اما هتضيع صحتك ونفسك، يعني نفسك اللي هي بدنك وارهاق وبتاع، وهتيجي في نص الطريق هيحصل لك بيرن اوت او احتراق. خلاص انت زي الموتور العربية اللي حرق. فتقعد فترة طويلة قبل ما ترجع تقوم تعمل تاني. فاللي هو لأ، أنت لازم تحدد أولوياتك عشان تبقى عارف أنت هتاخد وقت بريك، أنت هتشتغل، أنت هنوقف ده، أنت هنعمل ده، إيه أولوية على إيه، إيه اللي هيركب مكان إيه، أنت لو كان كروس بين حاجتين هل ممكن أضحي بإيه مقابل إيه. الكلام ده كله هو دي الفكرة، وده اللي أنا عايز أوصله. يعني لازما منكونش شخص عشوائيين في كل حاجة. في بعض الحاجات لازم نكون فيها منظمين. يعني في بعض الحاجات لازم نكون فيها، يعني الأولويات لازم نكون فيها منظمين، نبقى عارفين ايه اللي هيركب مكان ايه، ايه اللي هيجي قبل ايه، ايه اللي هي البازل، قطعة البازل، ايه اللي هتركب هنا تحت، وايه اللي هتركب فوقيها عشان توصلنا السلمة التانية، السلمة كذا، حتة الليجو عشان تعمل السلم أنهي حتة ليجو اللي هتركب تحت، وأنهي حتة ليجو التانية، أنهي التالتة، أنهي الرابعة، أنهي البيس الأساس اللي هنبني عليه، وأنهي أنبيض أو الأب اللي فوق. يعني أتمنى إن يكون فكرة واصلة وبس. يعني وأتمنى تكون حكاية فتلة اليانسون عجبتك يعني. وأشوفك في الفيديو الجاي، وشكرا لمشاهدتك. أشوفك في الفيديو الجاي. وفي الآخر سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، وفي أمان الله.